هلا متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب كلكم تكونون بصحة وعافية. طبعا اليوم راح اشارك وياكم الفطور لهذا اليوم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. وحبايب لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبلش الفيديو. طبعا راح اسوي برياني مال لحم. هنا راح اطبخ تشريب مال لحم. انا حطيت بصل وبهارات وخليت له مي. هنا أنا عندي هذه البوتيتة قطعتها بهذا الشكل مكعبات صغار وحمستهم. طبعا دا يعني اقلي شوي شوي حتى تصير مقسبة. وهنا أنا هم سويت هذا البصل شرائح ودا احمسه. طبعا هسه هنا عندنا هذه الشعرية حمستها وحمست وياها هذا الفستق. وهنا طبعا عندنا هذا الهيل من نطيت لاختي قلت لها دقيه بما اني اكمل حمس. هذا فات ابو المسواق، همين تسوقنا وخلينا المسواق على الميز بعدنا ما معزلي. لازم هسه من نكمل الفطور هم نعزله هذا كله المسواق. هنا سوقنا اخذنا هذا الثوم، احنا عندنا ثوم بس اخذنا لان قال راح يخلص الموسم. طبعا هنا أنا نسيت اخلي ويا الحشو كشمش، فهسه يعني مو نسيت، هم عند زيتهم وتأخروا وهسه يلا وصل الكشمش آخر شي وصل. طبعا حمسته بهذه الجدرية وبعدين رجعت عليه هذه الشغلات اللي حمستهن البوتيتة والبصل، رجعت ويا الكشمش. وهسه هنا أنا هم خليت الشعرية همينة بالجدر ويا الكشمش والبوتيتة والبصل، خليت عليهن شوية ملح وشوية شكر. طبعا ما فاد الدق بالهاون، قلنا اخلي هذا نطحن الهيل هذا شو اسمه الخلاط، فطحناه بالخلاط احسن حتى ريحة الهيل تطلع اكثر يعني تصير. هنا انا خليت الهيل وهذه البهارات هم خليتها ويا الحشو. وهسه كليته راح اخبطه خبط سوية، راح اخليه على صفحة واغطيه. وطبعا هنا التمن ابيض طبخت وكملت التمن الابيض. وهنا أنا عندي هذا الحشو كملت وجهزت. وهنا طبعا طبخت شوربة اقول يا شوربة وهنا طبعا طبخت مرقة مال شجر. يعني من شافوا عندنا شجر الولد قالوا الا طبخينا شجر يابا بالوقت الضائع جايين يريدون من عندي شجر وطبخت لهم. طبعا هنا حبايب كمل تمن وهذا شكله. وهسه راح نوديه للسفرة ونصفط الماعين. طبعا هسه هاي السفرة يلا طفت الكهرباء وهاي سفرتنا. هاي طبعا طفت الكهرباء وبدنا نفطر. هي مرقة مال الشجر خضرا. وهاي حبايب سفرتنا وفطورنا، وإن شاء الله سهمنا وسهمكم العافية وصيام مقبول آمين يا رب العالمين. طبعا هنا أنا سويت محلبي، خليت وياه كاكاو وجبت بسكت خليت لي جوا بسكت، وآخر شي هم لي فوق خليت بسكت. طبعا صار كلش طيب. وحبايب الساعة 12 دقوا علينا بيت عمتي، قالت راح تجي هي وجنتها وبناتها ويعني ما شاء الله هواية هم، وقالوا راح نجيكم على السحور. وقلنا لهم تعالوا عيني هلا بيكم. وراح اشارك وياكم التحضيرات مالتنا للسحور. حبايب ابقوا وياي بالفيديو ان شاء الله يعجبكم. لا طبعا احنا جاي نحضر السحور. هسه اجوا بيت عمتي وصلوا. طبعا هسه هنا دا نحضر السحور اني وخواتي. اجوا السحور ناهم طماطة قلينا جاسوية ابو السحور. لا
ما طول. رجعنا نكمل سحورنا. هاي جبنا صمون. هذا مربى. لو خالتهن مثل هذني أحسن. اكو واحدة تطق بشفشير غير بخاشوقة. مستعجلة. سويت الجيل صار يساعد. خاشوقة. ما أنا لسه. يعني مستعجلة. تعالي أي وحدة تبغى. تعالي. محتاج. على طاوة نبي تحصل. عم نخش طاوة. لا ده علمنا طبعا ذاتي بنصيتي. شبيها زين. دهن كبار. يعني صار ساعة خالص يلا عيش. عفوا سهرة. شوربة. طفيها صدق. يلا هاي هم شوربة. طبعا هنا المواعيد نحضرهم ونخليهم على هذا الكاونتر، واخر شي من نكمل نفرش السفرة ونوديهم بالسفرة. ستة. الأجوان هذا الشقمات خليته بالمثابة للماعين مستعملين الجلد. ناكل من البيض. هذا كيف مقلينه. طبعا هسه هنا الولد عليهم هم يشيلون الماعين يصفطوهم بالسفرة. ما في دول الولد يمه يقولون الولد ما يفيدون. عشان هذول هم يعني يساعدون اهلهم. تعال ودي هاي السنة. من عنده هيك ولد مثل ولدنا الحلوين. طبعا هسه كملنا كل شي، وهاي جاي اصور لكم السفرة. طبعا هنا حبايب كملنا السحور ودن السحر. ان شاء الله سهمنا وسهمكم العافية وصيام مقبول واجر ثابت ان شاء الله علينا وعليكم حبايب. هنا وننتهي الفيديو، واتمنى فيديوهاتي ان شاء الله تعجبكم واكون خفيفة تفضل عليكم وحبايب، وانتظروني بفيديو جديد. مع الف سلامة.